بتقول لي حبيبي. اول حاجه انا مش حبيبك، ما ينفعش انت تقولي لي انت حبيبي. ممكن ايه ما ترجع يا اسطى دي. اسلوبك سخيف بحت لكسب اللايكات والتعليقات. جمعت التعليقات من اخر تقريبا 4 فيديوهات انا نزلتها، وقررت ان انا هاخد سكرين شوتس من التعليقات دي، لان بما ان انت كتبت التعليق ده ان بابليك للناس كلها، فاكيد انت ما عندكش مشكله ان انا اطلعه للناس في سكرين شوت وان انا ارد عليه. اخدت التعليقات مش كلها طبعا، بس جزء منها، وهعلق عليها دلوقتي عشان الناس تفهم عقليه اللي بيعلق، وعشان الناس برضو تعرف الرد اللي انا بقوله. اتفرج بقى على التعليقات. التعليق الاول من طارق عمر، بيقول اللي بيقضي عام وعامين في الغرب بيتفسح وبينبسط، وبعد مده ينزل لي فيديو وبلدي وانا ما حسبتهاش كويس. يا عم ارجع بقى وما تقرفناش. هو انا ما قلتش ان انا ما حسبتهاش كويس، بالعكس انا الحمد لله كنت حاسبها كويس جدا، لكن كنت بقول ان في ناس بتبقى جايه على افتراض ان الدنيا جنه، وبعد ما بيجي بيكتشف ان هي زي اي بلد في الدنيا فيها مميزات وفيها عيوب، فبيتصدم فبيندم وبيقول انا عايز ارجع. انا عمري ما قلت ان انا عايز ارجع، وعمري ما قلت ان انا عايز اسافر، ولا عمري قلت اي حاجه. انا بديك نظره موضوعيه عن اللي بيحصل. فكره بقى ان انت اختزلت الفيديو ال5 6 7 دقايق في فكره ضيقه قوي ان انا بشتكي وان انا بقول عايز ارجع، يبقى انت غالبا يا ما اتفرجتش على الفيديو يا انت ما فهمتش الفيديو. زينب اكرم بتقول لي حبيبي. اول حاجه انا مش حبيبك، ما ينفعش انت تقولي لي انت حبيبي. ممكن تقولي لي يا لؤي، استاذ لؤي، بس بدايه الكومنت حبيبي ما تمشيش خالص. انت ما قلتش حاجه مفيده، كلامك كله مكرر، ولو فعلا الكلام اللي فيك ما اعرفش الكلام اللي فيك اللي زيك ده طالع من قلبك، ما ترجع يا اسطى. ايه ما ترجع يا اسطى دي، وتعالى عيش معانا وسيبك من الغربه يا مضحك يا ابو دم خفيف. نفس اللي انا قلته قبل كده. لو انت شايفه من الفيديو الطويل العريض اللي انا بقول فيه ان مفيش بلد هي جنة الله في الارض، وان كل البلاد اللي في الدنيا فيها مميزات وفيها عيوب، وان الواحد محتاج ان هو يقرر بورقه وقلم، لو ده كله اللي طلع لك ان انا دمي خفيف، فانا ما قلتش ولا نكته في الفيديو، ولا قلت حاجه مضحكه في الفيديو. فغالبا انت كنت بتتفرجي على فيديو تاني، مسرحيه مثلا او حاجه، والفيديوهين دخلوا عندك في بعض، انت ما اتفرجتيش على الفيديو. مصطفى عكاشه بيقول انا ما اعرفش اللي بيهاجمه وبيقول له خلاص ارجع بلدك، ده بيتكلم على اساس ايه؟ حبيبي يا مصطفى، يعني بحب بقى الناس اللي بتبقى فعلا بتشغل دماغها وهي بتتفرج. الغربه فعلا وحشه جدا، بغض النظر عن اي مغريات او اي امتيازات انت حاصل عليها في اي بلد في الدنيا. اي بلد هتلاقيها ارقى من مصر في كل حاجه، وفي الاول هتبقى مبهور جدا، ومع الوقت الانسان الطبيعي شعور الغربه عنده بيطفي عنده الاحساس بتاع الانبهار. انا شايف كلامه طبيعي جدا، ومش معنى كده ان المانيا وحشه او غيرها، معنى الكلام الغربه وحشه. ازاي مصطفى عكاشه ربنا يبارك فيه اتفرج على الفيديو وفهم انا بقول ايه في الفيديو، والتعليقات التانية اتفرجت على الفيديو وترجمت الفيديو بمنظور تاني مختلف تماما، يبقى غالبا المشكله مش في الفيديو لان مصطفى فهمه، المشكله في عقليات الناس اللي بتتفرج على الفيديو وترجمه ترجمه غريبه جدا. محمد نجاح عبد الحكيم بيقول متخلف عقليا، يعني عاوز توصل للناس ايه بالظبط؟ انهم برضو بالعيشه التيت في مصر مش عاجباك؟ انزل وعيش في الجنه في مصر. اتفرجت، فهمت، سمعت، ربنا يهديك يا محمد. الفيديو التاني بتاع انا عنصري. الفيديو ده انا كنت متعمد فيه ان انا اشرح اوجه العنصريه اللي بتحصل في المانيا، واوجه العنصريه اللي بدات تحصل في دماغي، اللي انا ازاي بدات افكر بصوره عنصريه تجاه نوع معين من الناس، وان ده كان تصرف غلط مني. مفيش افعال حصلت، هي مجرد فكره جت في دماغي، بس كنت عايز افهم الناس ان في ساعات عنصريه بتبقى مبرره من واحد شاف حاجات، وفي ساعات عنصريه غير مبرره. العنصريتين وحشين، احنا مش مختلفين على كده. الاقي واحد اسمه معتز الصقور بيقول لي انت اهبل. ما هو انت اهبل ده يدل على ان انت ما شاء الله محترم جدا جدا جدا، لدرجه ان انت مش بتقول نقد بناء، لا انت بتشتم. من كان قائلا فليكن خيرا او ليصمت. انت ده مفيش خير في اللي انت بتقوله، انت شتمت، فانا بقول لك الله يسامحك، وانا مش مسامحك على الشتيمه. الي بيقول لي سخيف وتافه. فين بقى النقد البناء؟ يعني انا استفدت ايه من التعليق لما الاقيك انت بتشتمني بتقول سخيف وتافه؟ وساعات الحقيقه انا بلاقي ان الواحد لما بيبقى حاسس حاجه بيعكسها على الناس، فالكذاب بيبدا يقول للناس كلها ان هي كذابه، والمنافق يقول للناس كلها ان هي منافقه. الله اعلم يا الي. هنا جواد بتقولي انت انسان مستفز. ايه اللي مستفز في اللي انا قلته؟ يعني على الاقل قولي لي انت انسان مستفز، انا اقبل النقد تماما، بس قولي لي بقى بعد انت مستفز، قولي لي انت مستفز عشان انت قلت كذا كذا، انت مستفز عشان الفكره اللي انت كنت بتحاول توصلها فيها مشكله، يعني اشرحي. لكن انت مستفز كده، فهقول ان الواحد بيعكس الحاجه اللي هو شايفها في نفسه. وليد العطار وليد العطار انا خبيت حته من الكومنت عشان كان فيها لفظ قبيح، بيقول على فكره انا لو لقيت واحد شبهك هنا في مصر بيحوم حوالين اي عربيه هطلع تيت والست دي ب 100 راجل. هحكي لكم بقى فكره الموضوع ايه. ان كان في الفيديو ده كنت بتكلم على
كنت جاي اركب العربيه، في ست كانت مزعجه جدا، كانت فاكره ان انا حرامي عشان انا شكلي عربي، مع ان هي العربيه عربيتي، فهي مش من حقها ان هي تضايقني او ان هي تزعجني، وعماله تقول لي هكلم البوليس عشان انت واقف حوالين العربيه والكلام ده كله. التعليق بتاعه زي ما انت عايش بلاك ورامي جدتك على شعوب تانية. المهم انه لا، هو انا على فكره مش عايش ورامي بلايا على شعوب تانية، انا عايش هنا، انا درست وبشتغل، بدفع الضرايب، بلتزم بكل القوانين اللي موجوده في البلد، بعمل كل حاجه في البلد زي الالماني اللي هو اصلا في نقص في البلد وهم محتاجين ناس تيجي تشتغل هنا. فهو انا مش رامي جدتي عليهم، بالعكس انا جاي بساعد البلد دي ان هي تتطور وبساعد اقتصاد البلد ده ان هو ينمو، فانا مش رامي بلايا على حد ولا حاجه. والاكتر من كده، اسلوبك في التعليق بيدل كتير جدا بصوره واضحه جدا على شخصيتك اللي هي اسهل حاجه فيها ان هي تشتم وتقل ادبها. ده هيوريك قدام نفسك قد ايه انت انسان راقي ولا لا. سام جورج بيقول لم هدومك وتوجعش دماغنا، لو البلد اللي انت عايش فيها مش عاجباك ارجع بلدك وبلاش هري. ما هو انا ما قلتش ان البلد اللي انا عايش فيها مش عاجباني، ومش لازم ان انا اقول ان البلد كل حاجه فيها كويسه 100% عشان تبقى انت راضي يا سام وحاسس ان الدنيا كويسه. لا، هو انا بقول المميزات وبقول العيوب، لكن فكره ان انا انبطح واقول ان كل حاجه كويسه في البلد عشان الناس تنبسط، فانا مش هعمل كده. انا شفت مميزات كتير واتكلمت على المميزات دي فيديوهات قبل كده وكررتها كذا مره، بس زي ما انا بتكلم على المميزات هتكلم على العيوب. خلي تفكيرك واسع شويه. فيديو عملته تاني وكنت بتكلم فيه على الحاجات اللي اتعلمتها من وجودي في المانيا. تجربتي هنا في المانيا والعيشه هنا لفتره طويله علمتني حاجات كتيره جدا، الحاجات دي انا عمري ما كنت هتعلمها في اي مكان تاني. نزلت الفيديو والاقي واحد يعني الحقيقه ده تعليق طريف شويه، بيقول لي انت عامل زي الصابونه، كلامك جميل ونظيف لكن بترغي كتير. يمكن اكون طولت في المقدمه شويه، بس ببقى عايز ان انا اوضح الباك جراوند، انا ليه هشرح لك اللي انا هشرحه ده، ببقى عايزك تفهم الفكره بصوره اكتر. هعتبره نقد بناء شويه ومش هعلق عليه كتير. لكن واحده اسمها نوراز نايزو بتقول اسلوبك سخيف بحت لكسب اللايكات والتعليقات. فيرد عليها هاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهي ترد عليه وتقول كل الحرامية في بلدك تتكلم وأنتم تصمتون وتذوقون المهانة وتصمتون وتذوقون الغلاء وتصمتون، لذلك استمروا في الصمت وهنيئا لكم. تحس ان هو بيقول حاجة وهي بتقول حاجة تانية. هو بيقول ان انت داخله بتقولي تعليق مفيش فيه اضافة ايجابية، انت داخله بتشتمي في الراجل، فانت لو ده مش خير ما تقوليهوش. هي بقى اخدته في حتة تانية، في ملعب تاني بقى، والبلاد والعباد والدنيا بحس ان في كده عشوائيه مطلقه، ده بيتكلم في حاجه وده بيتكلم في حاجه تانية خالص. هو بس الواحد عنده شويه طاقه سلبيه عايز يطلعها في الكومنت. انا ممكن اكمل اكتر واكتر وعندي سكرين شوتس كتير جدا واخدها، لكن مش هكمل عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل قوي. وهوجه رساله اخيره في الفيديو لكل الناس بقى اللي بتنزل محتوى على السوشيال ميديا او بيعملوا شير لبوستات وبيجي لهم شتايم. في البدايه كنت بتاثر وكنت بتضايق وكنت بزعل وكنت اقول ازاي يقولوا كده، بس مع الوقت بقى عندي مناعه وعرفت ان الجبان المستخبي ورا الشاشه بتاعته اللي يمكن في معظم الاوقات ولا حاطط صورته ولا حاطط اسمه اللي بيشتم ده، لو شافك في الحقيقه مش هيبقى عنده من الشجاعه الادبيه ان هو يقف يتكلم معاك ويتناقش معاك في فكرتك. هو جبان، هو مستخبي، فده يصعب عليه. لكن اللي بيديك نقد بناء، انا ساعات كتير ببقى ماشي في الشارع او في مطار او حاجه وحد يوقفني ويتكلم معايا عادي جدا، بالعكس انا بحب ان احنا نبني مع بعض، نقدنا يبقى بناء. الجبان المستخبي الخايف طنشه، ما تديلوش اي انتباه، لان هو اتفه بكتير جدا من ان انت تديله من وقتك. ربنا يهدي الجميع، كالعاده ادعي لي.